دولة العسكر في الجزائر وتصريحات مثيرة للسخرية. إخوتي وأخواتي، دعونا نتحدث في موضوع بالغ الأهمية يتعلق بدولة العسكر في الجزائر. انتشر مؤخرا تصريح مثير للسخرية في وسائل الإعلام الجزائرية يزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بصياغة دستورها وتأسيس أسطورها البحري السنافي خوفا من الجزائر. تخيلوا أن هذه الفكرة تم تداولها عبر البودكاست والتلفزيون الرسمي الجزائري وكأنها حقيقة تاريخية. هذا تصريح وحده يكفي لندرك حجم العبث الذي أصبحنا نسمعه هذه الأيام. صراحة أنا لا أحب الضحك بلا حدود على مثل هذه التصريحات، لكن حين نسمع مثل هذا الكلام لا يسعنا إلا أن نتساءل ما معنى كل هذا. سأشارككم وجهة نظري حول هذا الموضوع، لأن مثل هذه الادعاءات لا يمكن أن تمر دون تحليل. ما يثير الدهشة أكثر هو خروج شخصيات جزائرية بارزة يفترض أنها تمتلك الحد الأدنى من التعكر لتكرار مثل هذه المغالطات. أحدهم خرج ليقول إن الجزائر هي ثالث أقوى اقتصاد في العالم. لكن لحظة، لمن وجه هذا التصريح؟ لم تطله سينا ولا فوكس نوز ولا حتى الصحف الفرنسية الكبرى مثل إلي موند، بل كانت تصريحات موجهة للجزائريين أنفسهم عبر التلفزيون الجزائري، وكأن الدولة الجزائرية تخاطب نفسها بنفسها. لا تتوقف التصريحات الغريبة هنا، بل أصبحنا نرى برامج مخصصة لهذا النوع من الادعاءات التي لا تمت للواقع بصلة. تصريحات المسؤولين الجزائريين باتت أشبه بالهذيان، حيث يصرحون مثلا بأن الجزائر تملك أفضل منظومة صحية في إفريقيا، أو أنها من بين أقوى اقتصادات العالم. بالله عليكم، هل يعقل هذا الكلام؟ خلال الأيام الأخيرة تكاثرت هذه الادعاءات بشكل ملحوظ، وأصبحت الجزائر تتحدث عن نفسها وكأنها تعيش في عصر آخر، بينما الواقع مختلف تماما. حتى أن بعض التصريحات تذهب إلى حد القول إن باقي الأمم كانت تعيش في عصر ما قبل التاريخ، بينما الجزائر وحدها كانت تعيش التاريخ الحقيقي. من خلال متابعتي للأحداث أرى أن سنة 2025 ستكون سنة صعبة على النظام الجزائري، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن الأزمات الاقتصادية المحتملة. في السابق كانت روسيا تمد الجزائر بالسلاح والفردة، لكن الآن ومع التغيرات السياسية الدولية يبدو أن المعطيات ستتغير جذريا. هناك أيضا مسألة الصحراء المغربية التي يبدو أن الولايات المتحدة ستعمل على حسمها قريبا، وربما خلال العام القادم سيتم افتتاح القنصلية الأمريكية هناك. لا ننسى أيضا تطورات العلاقات المغربية مع دول أخرى بما في ذلك إسرائيل، وهو أمر يثير حفيظة النظام الجزائري بشكل واضح. في النهاية يمكننا أن نلاحظ أن النظام الجزائري كلما زاد تركيزه على مهاجمة المغرب كلما زاد تأكيده على أنه في أزمة حقيقية. عندما نرى وسائل الإعلام الجزائرية تصمت فجأة أو تحاول التغطية على بعض الأمور، فهذا يعني أن هناك شيئا ما يطبخ في الكواليس. من الواضح أن النظام يحاول تشتيت انتباه الشعب، لكنه في الحقيقة يغرق في مشاكله أكثر فأكثر.